السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. بشكر الناس اللي سألت عليا ودعيت لي دعوة حلوة من قلبها، بشكرها جدا. يا رب يدومكم نعمة في حياتي. النهاردة عندنا روتين كله حماس وطاقة ايجابية. يلا كده، لو كسلانة قومي بجد تشجعي من الفيديو ده. اسمعي من اوله لاخره، بجد هتستفيدي منه كتير ان شاء الله. النهاردة هنعمل غدا كده مع بعض، سهل وبسيط وبجد كده يستاهل بقكم يا قمر. يلا بقى كده قومي تشجعي زي حالاتي وفوري مطبخك زي ما انا فورته النهارده. طبعا بدأت اول حاجة من النوم، صحيت من النوم بدأت في الاول حاجة بصراحة في المطبخ. قلت عشان كده لما المطبخ بيخلص بحس بشقتي بتبدأ تخلص في دقيقة. لما بتاخدش معايا وقت، ليه المطبخ عندي بياخد وقت كتير، اللي هو بقى ايه، انا بقى خلاص يعني بنزل بقى المواعين كلها وببدأ المع مواعين اللي على الرخامة عايز يتلمع، الارضية، البوتاجاز، الاكل كده. بحس اللي هو المطبخ بياخد معايا وقت. ايه رأيكم في المج الجديد اللي انا جايباه؟ بجد شكله كيوت جدا. طبعا عايزه اقول لكم اسعاره حلوه قوي قوي، مش غالي بصراحه، وعجبني شكله جدا. جبت واحد تاني برضو اللي هو الكوفي، وده للمشروبات. انا ماليش في المشروبات، بس بصراحه من ساعه الضغط يعني ايه، بقيت دلوقتي اشرب مشروبات اللي هو النسكافيه والقهوه عشان بيظبطوا معايا الضغط. طبعا كنت سلقه قبليها بطاطا، كنت مكرملاها كده عاملاها بالصوص الجميل ده. عايزه اقول لكم بجد حلوه قوي، شبه هي مسلوقه بس بجد اللي يشوفها يقول مشويه. طعمها جميل جدا، شايفين بقى الجمال. طبعا عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي لو الجو حر. طبعا زي حالاتي كده، طبعا الجو نار، احنا بنخلوها ساقعه وبعد كده بناكلوها، تبقى حلوه قوي. طبعا لو شتا بتبداي تاكليها هي وسخنه. طبعا هنا خلاص كده المواعين عندي عباره عن كوبايات وصواني وطبقه اللي كانت بتاعه الفاكهه وكده. يعني مفيش حلل اللي هي غير حله البطاطا بس، يعني مفيش حلل. يعني هي عامه كلها عباره عن كوبايات زي ما انتم شايفين. طبعا الجو حر والاولاد بقى بتشرب عصير، طبعا كوفي حاجه ساقعه كده، يعني الجو ساقع الحر جدا. عايزين بقى ايه اللي هي الحاجه ترطب على المعده. طبعا شفت الفاش اللي كانت جايبهولي ماما، بجد حلوه قوي قوي. لو عايزين طريقته، طبعا طريقه ماما هي خليها ان شاء الله تعمله لكم في فيديو باذن الله. طبعا هنا خلاص خلصت المواعين. خلاص هنا بقى خلصت المواعين كلها كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم الكوبايات يعني ما بتاخدش وقت خالص معايا، اللي هو خلاص يعني بسرعه كده، هي نضيفه عامه. طبعا بس هنا خلاص كده دعكت بقى الحنفيه ودعكت الحوض، وهبدا بقى هنا اشطف بقى المواعين وابدا ارصها عندي في الصينيه عشان تنزل الميه تتصفى كويس جدا. وبعد كده ببدا ايه، ارص الحاجه مكانها. طبعا هنا جبت الشفاطات الجميله دي، كنت جايباها برضو معايا من مطروح بصراحه. طبعا وجبت المج برضو من هناك، وجبت يعني كذا حاجه بصراحه، يعني حاجات بسيطه مش الحاجه اللي هي ايه كتير، لا جبت حاجات. وعايزه اقول لكم الاسعار هنا وهناك واحد بالظبط يعني. بس هناك بقى يقول لك ده يعني مطروح وهنا مش عارف ايه، لا والله يا جماعه الاسعار كلها واحد. يعني احنا بقينا واخدين اكل من هنا وهناك برضو اشترينا اكل. هناك الاكل اسعار هنا بالظبط، يعني كل حاجه اسعار هنا. يعني كل بلد يعني فرق ايه، فرق نص جنيه او جنيه، مفيش اكتر من كده يعني، وكل بلد بتفرق عن التانية. طبعا هنا خلاص كده بقى خلاص هنا بقى كده شطفت بقى الكوبايات وبسيب بقى المواعين تتصفى. وهنا خلاص الحوض بقى خلصت كده ولمعته. وعايزه اقول لكم بحس براحه نفسيه جدا لما بالحوض كده بلاقيه بيلمع ومفيهوش مواعين، وبلاقي المطبخ كده مترتب، بحس ان انا خلصت انجاز، عملت حاجه يعني. طبعا هنا خلاص كده ببدأ هنا ادعك البوتاجاز، يعني هو نضيف وفي نفس الوقت اللي هو يعني حاسه مطرب شويه. طبعا هنا خلاص كده ببدأ ادعك البوتاجاز والمعه كويس، وبعد كده ابدأ انشفه. بلم بقى الريم بفوطه كده مبلوله، وبعد كده المها تاني برضو، وبعد كده جايبه فوطه قطن، وبعد كده اروح منشفها كويس جدا. بحس البوتاجاز عندي كده متلمع وفي نفس الوقت اللي هو ما فيهوش نقطه ميه خالص. خلاص كده زي ما انتم شايفين لمعته كده البوتاجاز، وابدا ارص بقى كل حاجه كده هنا مكانها. طبعا عايزاكم بقى النهارده تدعوا لي بالله عليكم لابني يقومهولي بالسلامه يا رب، عشان النهارده بالليل الساعه 1 ان شاء الله هيروح يعمل عمليه. وعايزاكم تدعوا لي كده دعوه حلوه كده من قلبكم، اللي هو يقوم بالسلامه ان شاء الله. طبعا في ناس هتقول لي دي عمليه ايه، هو رايح النهارده يتطور، بس هو عشان يعني قعد فترة كبيرة، هو طبعا دلوقتي عنده 7 سنين. طبعا في ناس هتقول لي ايه ده انت سايباه لغاية دلوقتي، ايه انت قلبك جامد انت، لا كده كبر كده مش عارف ايه. بس والله يا جماعة هو غصب عني، بس عشان هو كان تعبان. يعني هو كان نازل إن عنده التهاب رئوي، كان هو صغير كان صاحب مرض كتير، كان على طول تعبان، التهاب رئوي، صدره مقفول، كان بياخد ادوية كتير. كان يعني كنت خايفة على صحته، كان تعبان مني
مني، وجوزي كانش راضي موافق خالص ان انا اعمل له يعني الطهاره وكده. بس دلوقتي خلاص هو تعب جدا وبقى يعيط مش قادر. طبعا رحت كشفت له، راح الدكتور قال لي لا ده لازم طهاره على طول، ويحدد لي ميعاد العمليه عشان هيدخل عمليات عشان هو سنه كبير. مش اللي هو كبير يعني سنه كبير، لا، اللي هو يعني خلاص لازم بقى الطهارة في الوقت ده، اللي هو خلاص كده الولا جاب اخره خالص. مع كمان مية البحر هناك كانت مالحة وكده، الولا تعب بقى وكده. بس يعني ربنا المستعان، عايزاكم بالله عليكم تدعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم اللي هو يقوم بالسلامة. طبعا هو عشان هياخد بنج كلي وانا قلقانة عليه خالص بصراحة، عشان واخد كذا بنج، يعني دي تالت او رابع مرة اللي هو ياخد. عملية اللوز، عملية اللحمية، يعني كذا عملية عملها الحمد لله، يعني ربنا يشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. طبعا بقى هنا هنعمل الغدا. هعمل بقى هنا الديك البلدي ده وشوية اجنحة كده كانت عندي، ورحت قلت اطبخ كده ايه مدة يومين عشان ايه اخلص بقية الشقة وكده. طبعا هنا بقى اعمل الشوربه دي بجد طريقه ماما، بس عايزه اقول لكم بتشربي شويه شوربه كده بجد حلوين قوي. طبعا هنا بعمل ايه الاول، بطش عادي طشه عاديه خالص بسمنه وتوم، وببدا اروح حاطه بقى الفراخ بعد كده اروح مشوحاها. طبعا الديك هنا كنت حاشيه فريك، اشوح بقى الفراخ وبعد كده حاطه بصلايه طماطميه، وبعد كده احط بقى ملح وفلفل مكعب من الماجي، ورق روري، حبهان، وابدا احط كزبره ناشفه، وببدا احط شويه كركم كده عشان الشوربه كده بقى جميله ولونها حلو قوي. طبعا هنا خلاص بقى كده، وبسيب بقى الفراخ او بط او لحمه عامه، بروح اسيبها تتسلق وتستوي كويس. هنا بقى بعمل شويه لوبيا كده، ابني كان طالبها مني، يقول لي يا ماما اعملي لي نفسي في لوبيا، وفعلا عملتها له. طبعا هنا بقى سخنت السمنه، وهنا بقى غليت اللوبيا اللي هي معين سودا، ابني بيعشقها اللي هي معين سودا، البيضه دي ملهوش فيه قوي، يعني جوزي بيحب البيضه. طبعا هنا خلاص كده فرمت البصل عندي، ورحت حطيت حبه سكر وحبه ملح عشان السكر هنا يدي معايا اللون الذهبي الجميل، تاخدش معايا وقت كتير على النار. طبعا هنا خلاص سلقت الويكه، كنت مفرزاها عندي في التلاجة، غليتها، وبعد كده ببدا احط لها هنا الشوربه، وبعد كده اضربها ضربه خفيفه كده في الهاند بريندر عشان ايه تبقى حلوه كده معايا. طبعا هنا بقى عندي معلقه كده من السمنه، هنعمل الطشه دي بتاعه الويكه. هنا خلاص حطيت مكعب من الماجي على الويكه، وببدا اطش هنا بمعلقه كده من السمنه على معلقه توم، واحط لها شويه كده من الكزبره الناشفه، بتدي طعم حلو قوي. بصوا بقى الويكه خضره ازاي وجميله بجد، حلوه قوي قوي. بتديها يا دوبك غلوه كده، وبعد كده خلاص تدفع عليها النار وتروحي سايباها. خلصنا بقى الويكه، خلصت الشوربه. هعمل بقى هنا الرز، كان عندي البصله خدت اللون، راح ضايفه الطماطم، مش هتاخد معايا وقت عشان الطماطم عندي متسبكه. الشعريه خدت اللون الذهبي الجميل، وبعد كده ضايفه الرز عندي غسلاه او مش غسلاه، طبعا عشان الرز عندي بصراحه نضيف ما بغسله. طبعا هنا خلاص الطماطم اللي انا كنت مفرزاها معاكم قبل كده بتسهل عليا الموضوع. طبعا هنا بديها غلوتين، وبعد كده بروح ضايفه الشوربه، وبعد كده هضيف عندي اللوبيا اللي هي ام عين سودا. طبعا هنا بزيد عندي برضو الرز، ببدا ايه بحط له الميه والمرقه والملح واظبط طعمه كده، وبعد كده اسيبه يغلي معايا، تروحي ايه بيبدا يتشرب كده، اروح ضايفه عليه تهدي النار وخلاص كده، والرز هيطلع معاكي مفلفل وجميل. هنا بعمل التقليه، حطيت ملح وفلفل، وحطيت كمان مكعب من الماجي عشان يدي طعم حلو، وهرسه الشطه. عايزه اقول لكم بتخلي عندي التقليه حلوه جدا جدا. بعد ما التقليه تتسبك كويس، ورحت ضايفه هنا اللوبيا والتوابل، وبعد كده بتزيديها بالشوربه وتسيبيها بقى تغلي كويس جدا عشان تتطعم كده. اللي عندي اللوبيا بتطعم من التقليه. طبعا هنا بقى ببدا احمر بقى الفراخ، وابدا ايه اصب بقى الاكل ونبدا نتغدوا. طبعا ده كان يومي النهارده، بجد كانت غدا سهل وبسيط، ما اخدش معايا وقت، ليه كل حاجه على عين كده ببدا انجز، يعني ايد على هنا ايد هنا، بحب ايه بخلص بسرعه. طبعا اليوم ده كنت بصراحه خلصت فيه المطبخ وعملت فيه الاكل عشان تاني يوم ابدا بقى افرش الشقه عشان مشوار ابني وكده. طبعا هنا خلاص كده انا طبعا كنت لما السجاد والحفظات وكله، وان شاء الله هصور معاكم باذن الله. طبعا شايفين بقى الرز مفلفل ازاي وجميل، وادي اللوبيا ريحتها بجد خطيره ولا طعمها بجد حاجه كده اللهم بارك، وادي الويكه الجميله الخضراء والشوربه الصافيه الجميله، وادي الديك استوى معايا ما شاء الله عليه، كان طعمه حلو قوي قوي، وادي الجناحه كنت محمراها، وكان غدانا النهارده. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وكون استفدتوا منه حتى لو بمعلومه صغيره. لو عجبكم فيديو النهارده حطوا لايك
واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكوا وباحلى عيله في الدنيا. طبعا بقى هنا خلاص بعد ما اتغديت وخلصت بقى المطبخ وشطبته تاني كويس جدا ولميت الاكل بقى حطيته في التلاجة، ورحت كان عندي عصير مانجا في التلاجة، رحت انا مش بحط له سكر كتير عشان الضغط عندي واطي. طبعا هنا المانجا بتعمل املاح، وطبعا هنا الاملاح عشان الضغط. طبعا هنا المانجا ليا والكيكه لاولادي وزوجي والاناناس ليا وزوجي. ده كان يوم النهارده، وحطوا لايك والسلام عليكم.